السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. فيديو النهاردة بقى مختلف، فيديو أكلة في حلة واحدة بالشكل الجميل ده، والطعم بقى ما أقولكوش في منتهى الجمال بجد، تحفة جدا. هنعمل الطبق الجميل اللي قدامكم ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة، والطعم بقى يطلع معاكم حلو جدا، وهقول لكم كل التركات وكل المشاكل اللي ممكن تحصل معاكم وإيه حلولها. يلا مع بعض كده نشوف ازاي عملناه بكل سهولة. نقول بسم الله ونبدأ نعمل صلصة المحشي. معايا كمية محترمة كده من الزيت والسمنة، ونحط عليهم حوالي بصلتين متوسطين وقرنين من الفلفل الأخضر متقطعين بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض. احنا عايزينهم يدبلوا بس مش اكتر. نحط بقى معلقتين صغيرين مليانين كده من الملح. الملح طبعا بيساعد ان البصلة تدبل اسرع. ونحط برضو معلقة كده صغيرة من السكر بالشكل ده. نستمر طبعا في التقليب لحد ما يدبلوا معانا. نضيف بقى كده شوية من التوابل، نحط معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة ونص صغيرين كده من الكمون. احنا هنضيف نص التوابل مع البصل والنص التاني مع الرز، ونقلب بقى لحد ما يتشوحوا معانا ويدبلوا، يبقى البصل والفلفل بالشكل ده. ننزل بقى بعصير الطماطم اللي ضربناه طبعا في الخلاط. انا ما بصفيهوش، بضيفه على طول كده زي ما هو. ضفت حوالي لتر ونص من عصير الطماطم، ونقلبها بقى ونسيبها على نار عالية لحد ما تبدأ تغلي معانا، وبعد كده نهدي النار لحد ما تتسبك معانا. وتبقى معانا بقى بالشكل الجميل ده. خلاص هي كده اتسبكت، اما تلاقي المواد الدهنية كده طفت على الوش يبقى هي كده اتسبكت معانا. ننزل بالرز المغسول، ده رز مصري غسلته وصفيته كويس جدا، لازم تصفيه ما يبقاش فيه اي مية خالص. ننزل بقى بكل الكمية معانا دول حوالي كيلو، وننزل بمعلقة ونص صغيرين من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. لو حابة طبعا انك تضيفي شطة مفيش مشكلة خالص. ونحط حوالي معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من التوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر. طبعا ده اللي احنا عملناه مع بعض، سواء التوم او البصل والبابريكا طبعا. معلقة صغيرة من البابريكا. كل ده وانا طبعا لسه مشغلة النار بس على نار هادية. هبدأ اشوح الرز مع الصلصة والتوابل حوالي كده دقيقتين على نار هادية. وما تخافيش الرز مش بيستوي ولا بيعجن ولا اي حاجة خالص، بالعكس. نقلب كده دقيقتين وخلاص ونطفي النار بقى، ونشوف هنضيف ايه تاني كده مع بعض. شايفين شكل الرز احمر وجميل ازاي؟ ما شاء الله. الصلصة بتاعتنا حمرا وجميلة. نضيف بقى معانا الخضرة، شبت وبقدونس وكزبرة، الكمية طبعا اللي انت حباها برضو. ولو حابة انك تضيفي نعناع سواء فريش او مجفف مفيش مشكلة خالص. وده شكل خلطة المحشي معانا جاهزة اهي وجميلة ولونها احمر وحلوة جدا. نبدأ بقى نقول بسم الله ونحشي معانا اول حاجة الكرنب. بيتلف معانا بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. الخلطة طبعا كانت هديت شوية، مش هنحشي وهو سخن، بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. ونحشي برضو البتنجان بكل سهولة، طبعا بعد ما تقور ده غسل كويس جدا. بنسيب جزء من البتنجان من فوق لان طبعا الرز بيزيد معانا، والكوسة برضو نفس الكلام. نسيب جزء من فوق، يعني حوالي نص عقلة كده من صباعنا. نكمل باقي الكمية بقى وتطلع معانا بالجمال ده ما شاء الله. البتنجان والكوسة حطيتهم في الحلة، سيبت الكرنب بقى في الطبق، مرصتوش على طول في الحلة، وهنعرف ليه دلوقتي. نشوف هنعمل ايه مع بعض ونرجع تاني.
نرص الكرنب بتاعنا في الحلة. معايا هنا في الجريل معلقتين كبار من السمنة البلدي، ومعايا هنا الفراخ بعد ما غسلتها كويس جدا ونقعتها في مية وسكر وملح وجنزبيل وليمون وصفيتها كويس. ومعايا هنا لحمة بتتسلق. نبدأ ان احنا نشوح الفراخ وهي نية، نحطها على طول في الجريل والجريل تكون سخنة عشان طبعا ما تنزلش معانا اي سوائل خالص. احنا عايزين المسام بتاعتها تتقفل وتتشوح معانا وتاخد لون جميل وما تنزلش اي سوائل خالص. بالشكل ده النار لازم تكون عالية. نرش بقى عليهم كده رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود ونقلبهم بقى. تشوحيها طبعا من جميع الجهات فوق وتحت ومن الجوانب كمان. نحط برضو رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. نقلب فيهم كده. شايفين اخدوا لون جميل ازاي؟ ما شاء الله، شكلها تحفة يعني تتاكل وهي نية. ما شاء الله حلوة جدا. نكمل تشويح بقى ونشوف احنا هنعمل ايه في ايه وصفتنا. معايا هنا الحلة حطيت فيها شرايح من الطماطم والبصل والفلفل. نقول بسم الله ونبدأ ان احنا نرص الفراخ بتاعتنا في الحلة. هترصيها بالشكل ده. وهنعرف دلوقتي ان في مشكلة هتواجهنا، وهي ازاي لو مش هنسلق لحمة هنسوي المحشي بتاعنا من غير شوربة. هقول لكم كل حاجة دلوقتي ان شاء الله. نرص بس باقي كمية الفراخ اللي معانا. اتشوحت اهي من جميع الجهات واخده لون جميل. بالشكل ده. ومعايا هنا بقى الكرنب هبدأ اني ارصه على الفراخ بالشكل ده. والمشكلة بقى اللي هتواجهنا اللي هي احنا خلاص حطينا الفراخ مع المحشي ومفيش شوربة نسوي بيها المحشي. طب هنعمل ايه؟ طبعا لو عندك شوربة في الفريزر او بتسلقي لحمة زي كده هتستخدمي الشوربة بتاعتها وتسقي بيها المحشي، مفيش مشكلة. طيب لو ما عندكش الشوربة ولا بتسلقي لحمة، باقي كمية السمنة اللي موجودة معانا في الجريل اللي شوحنا فيها الفراخ هننزل عليها بحوالي لتر كده من المية، وعليها مكعبين من المرق ومعلقتين من الصلصة وشوية من الفلفل الاسود وشوية من البهارات السبع، ونخليهم يغلوا مع بعض وخلاص نسوي بيه المحشي. طيب لو عايزة تعملي حاجة تانية وما تستخدميش اي سوائل ولا شوربة ولا اي حاجة خالص، بين كل رصة في الكرنب هتضيفي شرائح من البصل والفلفل والطماطم. فهي طبعا هيبدأوا بقى انهم ينزلوا السوائل بتاعتنا والمحشي هيستوي معانا بكل سهولة ومن غير ولا شوربة ولا اي حاجة خالص. المتاح بالنسبة لك تعملي كل الحلول اهي معاكي. لو عندك شوربة في الفريزر هتطلعيها تغليها وتستخدميها. لو بتسلقي لحمة هتستخدمي الشوربة بتاعتها. طب مفيش لا ده ولا ده، هتعملي زي ما قلتلك. في باقي السمنة هتحطي عليها المية والماجي والتوابل اللي عندك ومعلقتين من الصلصة وتغليهم مع بعض وتستخدميهم. طب لو مش عايزة بقى تستخدمي شوربة خالص وتسوي الكرنب مع الفراخ كده وياخدوا من طعم بعض اكتر واكتر، هترصي بين كل رصة كرنب شرائح من الطماطم والبصل والفلفل. فطبعا هينزلوا السوائل بتاعتهم مع الفراخ، هتنزل السوائل برضو بتاعتها، والمحشي معانا هيستوي وهيبقى جميل جدا. والسوى ده بيبقى سوى على البخار، يعني سوى على بخار الخضار اللي احنا حطيناه، وبطعمه بيبقى جميل جدا. عايزه اقول لكم بقى انه سواء حطيتي شوربه او لا بجد بيبقى طعمه تحفه. المحشي واخد من طعم الفراخ والفراخ واخده من طعم المحشي، وبجد بيبقى رهيب. يعني عايزه اقول لكم مفيش احسن ولا اجمل من كده. وفي كلا الحالات
الكرنب معانا بيبقى مستوي والرز مفلفل والفراخ معانا بتبقى دايبة دوب، وهنشوف مع بعض في نهاية الفيديو قد ايه الفراخ دايبة، والمحشي معانا ما شاء الله مستوي والرز مفلفل وتحفة جدا ما شاء الله. هنا خلاص بقى رصيت اهو معانا الكرنب كله بالشكل ده اهو ما شاء الله. معانا هنا بقى شوية السمنة الباقيين كده من تشويح الفراخ ننزلهم على المحشي الكرنب. نرفعها على النار بقى، وحطيت معلقتين كبار كده من السمنة البلدي على وش الكرنب، وهبدأ احط بس 3 كبشات من الشوربة مش اكتر من كده، لان احنا طبعا حاطين طماطم وفلفل وبصل في قاع الحلة، ونغطي بقى ونسيبهم يغلوا مع بعض كده على نار عالية، وبعد كده اما يبدأ يتشرب نهدي النار تماما. نحط برضو كده كبشة للبتنجان والكوسة مش اكتر، لان الكوسة بتنزل طبعا سوائل، ونغطيها ونسيبها على نار عالية لحد ما تتشرب معانا ونهدي النار. هنا اللحمة برضو كانت استوت وحطيت لها الملح بقى، وشايفين لون الشوربة جميل ازاي، واللحمة دايبة كده ما شاء الله. احنا عملناها مع بعض قبل كده، ومعانا هنا بقى الكرنب والبتنجان والكوسة بيستووا معانا، يعني اكلها بصراحة ولا في الخيال. نشوف كده البتنجان والكوسة ونشوف الكرنب. بسم الله، الكرنب بدأ يغلي معانا اهو، ابدأ بقى اني اهدي النار شمعة خالص لحد ما يستوي معانا. نشوف بقى البتنجان والكوسة ما شاء الله بيغلوا برضه اهو، نهدي النار شمعة ونسيبهم لحد ما يستووا. وكنت عملت شوية كده من شوربة الخضار عشان اللي تعبان طبعا ياكل منها، واللي ممنوع طبعا من المسبك او الحاجات من دي، فشوربة الخضار بصراحة بتبقى تحفة ومغذية جدا. هنا خلاص الكرنب معانا استوى اهو ما شاء الله. نبدأ ان احنا نقلبه كده ونقول بسم الله. الطبق بس كان صغير فانقذنا ما يمكن انقاذه يعني. نقول بسم الله بقى ونشيل كده الحلة ونشوف الجمال ما شاء الله، مفيش اي حاجة لازقة في الحلة، ونزل معانا بكل سهولة. الشكل بقى جميل جدا، وشايفين الفراخ دايبة ازاي ما شاء الله، دايبة دوب كده ما شاء الله تحفة. والطعم بقى جميل جدا بجد فظيع. يلا مع بعض نشوف ازاي عملناه بكل سهولة. اول حاجة نعصج اللحمة. معايا هنا شوية من الزيت مع معلقة من السمنة، ومعايا بصل وفلفل الوان كده اخضر واحمر. نقول بسم الله وننزلهم بقى بالشكل ده. دي بصلاية متوسطة وقرنين فلفل قطعتهم مكعبات بالشكل ده، ونبدأ نشوحهم بس لحد ما يدبلوا. نحط كده معلقة صغيرة من الملح، اما نحط الملح مع البصل بيساعد ان هو يدبل اسرع. نفضل كده بقى نقلب باستمرار لحد ما البصل معانا يدبل تماما ويبقى بالشكل ده. ننزل بقى باللحمة المفرومة، ده نص كيلو من اللحمة، وننزل على طول بمعلقتين كبار كده من الخل. الخل حلو جدا مع اللحمة المفرومة، بيقتل اي بكتيريا مع الحرارة طبعا، ولو في اي زفارة للحمة بيشيلها. نشوح بقى اللحمة لحد ما تاخد معانا اللون بتاعها البني وتستوي معانا بالشكل ده. نحط بقى رشة من الشطة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكمون، ورشة من الحبهان المطحون وورق اللورا المطحون، ورشة من التوم والبصل البودر، ورشة من السبع بهارات حوالي كده ربع معلقة او نص معلقة. ونقلبهم بقى مع بعض كويس. نسيبهم بقى على النار لحد ما اللحمة تشرب كل السوائل اللي نزلت منها وتستوي معانا وتبقى بالشكل ده. العصاج بتاع الجلاش مش بنحط عليه طماطم خالص عشان ما يطرش معانا الجلاش طبعا. وده شكل اللحمة بتاعنا ما شاء الله، جميلة جدا، طعمها لذيذ بقى وحلو جدا. لو انتوا زي بقى في عيش كده ونعمل ساندوتش مزاج طبعا. معايا جلاش وسمنة بلدي سيحتها
الجلاش قصيته على قد الصينية طول وعرض، ودهنت الصينية كويس جدا بشوية كده محترمين من السمنة، واخد ورقتين من الجلاش بالشكل ده وندهن بالسمنة. الجلاش بيحتاج سمنة بلدي كتير جدا، كل ما تكتريله السمنة بيطلع معاكي مورق ومقرمش وطعمه بقى بيبقى روعة. اول ورقتين تنتهم من ناحيتي من قدامي كده بالظبط، نحط الورقتين التانيين ونتني من الاتجاه التاني بالشكل ده. نتني بقى من هنا زي ما انتم شايفين، بنحاول ان احنا نوازن طبعا الصينية، وندهن تاني طبقة كويسة كده من السمنة. طبعا لازم سمنة بلدي عشان تدي طعم حلو للجلاش، والجلاش معانا لما يبقى فريش كده بيبقى حلو جدا. انا حطيت كده 6 رقات من الجلاش، ودي الاجزاء اللي قصيتها من الجلاش بقى ابدا اني احطها بالشكل ده. احنا طبعا مش بنرمي اي حاجة خالص، وبرضو ندهنها كويس جدا بالسمنة، ومش بتبان بقى بعد ما يستوي ويتقطع، مش بيبان خالص. احنا طبعا بنستفاد باي حاجة عندنا. حطيت باقي القطع اللي كانت معانا، وادهن بس حاجة بسيطة كده من السمنة، مش هزود في الطبقة دي لاني هضيف اللحمة المفرومة، واللحمة فيها كمية كويسة من الدهون او من المواد الدهنية. نضيف بقى اللحمة كميتها طبعا حسب ما انت حابة. الصينية الكبيرة دي بتاخد نص كيلو، بتبقى كويسة جدا، واللحمة بتبقى مغطية كل الجلاش، مبيبقاش فيه فراغات. وطبعا حسب الكمية وحسب مقدرتك. نوزع كمية اللحمة كده بالشكل ده. شايفين جمال اللحمة ما شاء الله، وعايزة اقول لكم بقى ان طعمها اجمل واجمل. اكمل باقي الجلاش اللي معايا 2 2 برضو بالشكل ده، وبين كل رقين ادهن دهنة كويسة من السمنة. في جزء طبعا باين من اللحمة المفرومة، هنغطيه بالطبقتين التانيين بالشكل ده. وندهن برضو بالسمنة. ونكمل بقى باقي كمية الجلاش اللي معانا، ونبدأ بقى بسكينة كده، بس اهم حاجة تكون مشرشرة عشان تقطع معانا الجلاش بكل سهولة زي ما انتم شايفين. نقطع الجلاش طبعا قبل ما نسويه، الجلاش بيتقطع قبل السوا. تقطعي بالشكل ده او حسب ما انت حابة، كبير او اصغر مفيش مشكلة طبعا، بيتقطع معانا بكل سهولة لان الجلاش معانا فريش والسكينة معانا مشرشرة بالشكل ده اهو ما شاء الله. الخليط بقى اللي هنسقي بيه الجلاش: كوباية من الحليب، نص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسود، وبس. لا هنضيف بيض ولا اي حاجة خالص. نقلبهم مع بعض كويس، ولو حابة انك تخليها نص حليب ونص شوربة، الشوربة بتاعة اللحمة او الفراخ مفيش مشكلة. ونقول بسم الله، ونضيف بقى الحليب على الجلاش بالشكل ده كله مرة واحدة كده. مش هنسوي الجلاش نص سوا وبعدين نضيفه، لا، كله مرة واحدة على طول، وهتشوفوا جماله
وحلاوته بعد السوا ما شاء الله، مفيش اسهل من كده طبعا. نقول بسم الله وندخلها الفرن في الرف السفلي على درجة حرارة 200 لحد ما تاخد معانا لون من تحت. نشغل الشواية تاخد لون من فوق وخلاص تبقى كده جاهزة معانا بكل سهولة. ده شكلها بقى بعد ما طلع ما شاء الله اللهم بارك. لو حابة انك تديها لون اكتر من كده مفيش مشكلة، اللي انت حباه طبعا. نعمل بقى صينية فراخ كده بالبصل. معايا هنا حوالي 3 بصلات، البصلة متوسطة، وقرنين كده من الفلفل حامي او بارد زي ما انت حابة. نضيف عليهم بقى التوابل، معلقة صغيرة مليانة كده من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة مليانة من الكمون. اي بهارات عندك حابة تضيفيها مفيش مشكلة، ولو حابة انك تضيفي صوصات برضو مفيش مشكلة. دي 7 بهارات، هضيف منها كده حوالي نص معلقة. وهحط حوالي معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الثوم والبصل البودر، ونحط بقى معلقة صغيرة كده من البابريكا. ويا سلام بقى لو بابريكا مدخنة بتبقى فظيعة. ونقول بسم الله وندعك كله مع بعض. لازم نتدخل بايدينا، ما ينفعش معلقة ولا اسباتيولا ولا اي حاجة. ندعكم مع بعض كويس جدا. نشبع البصل والفلفل بالتوابل، ونخلي البصل والفلفل يطلعوا روائحهم عشان يدوا تست حلو كده للفراخ. الشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده خلصنا. هناخد كده حوالي نصهم او اكتر من نصهم بشوية، نشيلهم في جنب كده. هنحتاجهم دلوقتي. نوزع باقي الكمية بقى في الصينية بالشكل ده. معايا دي الفراخ بعد ما نقعتها في المحلول مية وملح وسكر وجنزبيل وليمون. وبعد كده بقى صفيتها، ونقول بسم الله ونبدأ ان احنا نرصها في الصينية بتاعتنا بالشكل ده. ما شاء الله الفراخ بتاعتنا نضيفة وحاجة كده جميلة ما شاء الله. طبعا شلنا منها اي اجزاء تسبب الزفارة، اللي هو الجزء اللي بيبقى في الجناح، وشلنا الجزء اللي هو بيبقى شبه الكبدة اللي في الوراك. دول اكتر مكانين طبعا بيسببوا زفارة جدا للفراخ. وعاملة شقوق بقى في الفراخ بالشكل ده، وننزل باقي كمية البصل والفلفل مع التوابل فوق الفراخ. حابة طبعا تزودي كمية البصل والفلفل مفيش مشكلة، بس الكمية دي مناسبة وحلوة. ناخد الصينية بتاعتنا بقى نرفعها على عين البوتاجاز، ونحط حوالي 3-4 معالق كده من الزيت. نغطي الفراخ بقى ونسيبها تستوي، وبعد كده ندخلها الفرن تاخد معانا لون. وممكن تسويها 3/4 سوا بس على عين البوتاجاز، وتدخليها الفرن تكمل سواها وتاخد لون، ونخرجها بقى وخلاص تبقى جاهزة معانا. وتبقى بالشكل الجميل ده ما شاء الله. حابة تديها لون عن كده برضو مفيش مشكلة. شايفين قد ايه حلوة، والصوص بقى ده فظيع. وده شكل الطبق بتاعنا والأكلة بتاعتنا. غدوة كده سريعة وسهلة وبسيطة، بس الطعم بقى مقولكوش وهم بجد. شايفين ما شاء الله كمية اللحمة جميلة ازاي وكتير، وطعمها بقى في منتهى الجمال اللهم بارك. والفراخ معانا مستوية ودايبة، ولونها أبيض وجميل ازاي ما شاء الله.
والمخلل اللذيذ اللي احنا عملناه مع بعض، مفيش احلى من كده. يلا كده نشوف ازاي عملناه بالطريقه السهله دي. اول حاجه نقعت الحمص اول ما صحيت، سيبته منقوع كده لحد ما ابدا اشتغل في الكشري، وبعد كده بقى ابدا ارفعه على النار لحد ما يستوي معانا ويبقى بالشكل ده. هو كده خلاص استوى. العدس بقى نقعته قبل ما ابدا اشتغل بحوالي ساعه، ربع كيلو من العدس. اعمل الصلصه بقى. اول حاجه معايا 4 فصوص من الثوم، احط عليهم نص معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكمون، وحوالي نص معلقه صغيره من الكزبره. اهرسهم مع بعض بقى كويس جدا. وفي حله بقى على النار فيها حوالي 5 معالق من الزيت، احط بقى الثوم اللي هرسته مع التوابل وابدا اني اشوحه اكنك هتعملي فتة مثلا لحد ما ياخد اللون الذهبي. مفيش اسهل من كده اهو. كفايه انك ضامنه طبعا النظافه بتاعه الكشري. طبعا هتفضلي تقلبي كده باستمرار عشان ما يتحرقش معانا. معايا بقى معلقه من الخل واقلب. ومعايا كيلو الا ربع من الطماطم المعصور. طبعا لو حابه تضاعفي الكميه مفيش مشكله. نقلب بقى، نحط لها بقيه التوابل. شوف هنحط ايه. رشه كده من السبع بهارات، حوالي نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من السكر عشان حموضه الطماطم، معلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من البصل البودر، ومعلقه صغيره من البابريكا. طبعا دول احنا عملناهم مع بعض، ريحتهم بقى تحفه بجد. لو حابه تحطي صلصه مفيش اي مشكله خالص. هقلبهم واسيبهم بقى لحد ما يتسبكوا. خلاص كده بقى اتسبكت معانا. نشوف دقه الكشري بتتعمل ازاي بكل سهوله. في نفس الخلاط اللي كان فيه الطماطم حطيت 3 فصوص من الثوم المهروس، ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من الشطه، معلقه كبيره من الكمون، ربع معلقه صغيره من الكزبره، عصير نص ليمونه، ومعلقه كبيره من الخل، وكوبايه من الميه. ميه عاديه خالص مش سخنه ولا اي حاجه. نضربهم بقى في الخلاط وتبقى كده جاهزه معانا. مفيش اسهل من كده طبعا. نعمل بقى البصل. معايا كميه كبيره كده من الزيت عشان طبعا هنستخدم الزيت ده في ان احنا نعمل الرز. والبصل اهو متقطع معايا جوانح او جوليان. انزل البصل على الزيت السخن، نقلب بقى باستمرار عشان كل البصل ياخد نفس اللون، من غير بقى لا نشا ولا دقيق ولا اي اضافات خالص. هنحط بس رشة من الملح عشان يبقى ليه تيست مش اكتر، حوالي كده يعني نص معلقة من الملح. برضو هنفضل نقلب فيه. لا هنحط عليه نشا ولا دقيق ولا اي حاجة خالص، وهيبقى مقرمش معانا وحلو جدا. هنا بدأ ياخد اللون اهو، برضو تقليب مستمر. نبدأ نطلعه بقى واسمعكم صوت القرمشة بتاعته. بجد روعة ومقرمش وطعمه في منتهى الجمال. ممكن نطلعه على مناديل المطبخ او في مصر.
شفتوا طبعا القرمشة، شايفين بتتكسر معانا ازاي؟ ده دليل ان هي مقرمشة وحلوة جدا. شايفين؟ تاني اهو، من غير نشا ولا دقيق، بجد تحفة. في نفس الحلة بقى اللي عملنا فيها البصل، ضفت قطعة من السمنة البلدي واسيحها. في بواقي بصل طبعا بيدي تيست حلو جدا للرز. هبدأ بقى اني احط الشعرية واحمرها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل. المواد الدهنية ما بتبقى كتير بتبقى حلوة جدا، بتخلي الرز مفلفل. حطيت طبعا نص معلقة صغيرة كده من الملح، ونقلب بقى لحد ما تتحمر معانا. وانزل بقى بالعدس اللي انا كنت نقعاه قبلها بساعة في حلة واحدة كله اهو. اديهم تشويحة كده مع الشعرية، نفضل نشوح فيه لحد كل المية اللي فيه ما تنشف ويتشوح وما يبقاش فيه اي سوائل خالص، عشان يبقى مفلفل معانا ومش معجن وحلو. هنا بقى بعد ما تشوح اهو خلاص، احط الرز بقى. ده رز مصري عادي، غسلته وصفيته واحطه. وكله عايزة اقول لكم ان كله بيستوي وكله بيبقى سوا واحد وبيطلع حلو جدا، ما بتبقاش في حاجة معجنة او حاجة نية، كله بيبقى سوا واحد. واحط بقى مية مغلية حوالي سنتي كده من فوق الرز، واسيبها على نار عالية لحد ما تتشرب، وبعد كده اهدي النار شمعة خالص لحد ما يستوي معانا ويبقى معانا بالجمال ده. شايفين قد ايه مفلفل وجميل، وكله في حلة واحدة اهو، مفيش طبعا مواعين كتيرة، وبجد روعة. المكرونة بقى معايا 4 انواع: مكرونة التحمير واللي هي اكبر شوية، والبنة، والاسباجيتي. احطهم بقى في مية بتغلي لحد ما يتسلقوا سلقة كاملة طبعا، وتبقى كده خلاص برضو المكرونة جاهزة معانا. نعمل بقى شطة الزيت. حطيت 3 معالق كبار من الزيت ومعلقتين من الشطة، وابدأ اشوحهم على نار هادية لحد ما ياخدوا لون بسيط خالص. طبعا لو حد معدته تعباه يبعد خالص عن الشطة الزيت، لانها طبعا بتبقى صعبة جدا. او لو مش محبين الشطة فممكن تستغني عنها عادي، مفيش مشكلة خالص. نحط بقى حوالي كبشة كده من الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض لحد ما يبدأوا يغلوا، واطفي وخلاص تبقى جاهزة معانا. ريحتها بتبقى قوية جدا يعني. مفيش اسهل من كده طبعا. نسيبهم يغلوا غلوة واحدة بس، عشان طبعا الريحة ما تعبيش الشقة وتبقى صعبة جدا على اي حد. طبعا لو في حساسية صدر او كده بتبقى صعبة جدا. غلوة واحدة ونطفي وتبقى جاهزة كده خلاص. نعمل طبق كده مع بعض بقى. شايفين الجمال؟ روعة روعة بجد، طعمه في منتهى الجمال. جربوه بالطريقة دي، صدقوني هيعجبكم جدا وهتعتمدوا الوصفة. بجد طعمه حلو جدا جدا، كل حاجة مستوية وطعمها حلو ما شاء الله، بجد روعة. انا ما قدرتش اقاوم. يلا مع بعض نشوف ازاي عملناها بطريقة سهلة وبسيطة. معايا بقى رشة ملح وكيس من الكيك شيف او البيكنج باودر وكوبايتين من الدقيق، كوباية سكر، كوباية الا ربع من الزيت، و2 حبة بيض، وكيس من الفانيليا، ومعلقة كبيرة من الخل. نحط رشة الملح على الدقيق وكيس الكيك شيف او البيكنج باودر، نقلبهم مع بعض بقى كويس جدا، وكده خلاص المواد الجافة جاهزة معانا. اهم حاجة تقلبهم كويس عشان البيكنج باودر يتوزع معانا في الدقيق كله.
بالشكل ده. في الخلاط بقى نحط 2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة يكون حجمهم كبير، عليهم كوباية من السكر الحبيبات بس يكون أبيض لونه فاتح عشان طبعا الكيك معانا يبقى لونه فاتح، و3/4 كوباية زيت، ومعلقة كبيرة من الخل، وكيس من الفانيليا. نضربهم مع بعض في الخلاط كويس جدا لحد ما السكر يدوب ويبقى معانا بالشكل ده. ننزل بقى بالدقيق والبيكنج باودر تدريجي مع التقليب في اتجاه واحد، ونشوف بقى مع بعض كده ايه المكون السحري اللي هنستخدمه بديل الحليب او عصير البرتقال، وهو اللافاندا او المريندا. مفيش اي مشكلة خالص، بجد الكيك دي فظيعة تحفة جدا جدا وهشة وطعمها في منتهى الجمال. طبعا الصودا اللي في الفانتا بتدي هشاشة حلوة جدا وطراوة جميلة جدا جدا للكيك. نكمل بقية كمية الدقيق ونحط جزء من الفانتا. انا استخدمت الازازة كلها، هي تقريبا 200 ملي او 250، انا مش متذكرة. اهم حاجة تحطي جزء دقيق وجزء من الفانتا وتقلبي، وطبعا في اتجاه واحد، وتلمي الدقيق كله. هنا كانت تقيلة فاضفت شوية من الفانتا. معايا بقى قطعة من الزبدة مطلعاها من الفريزر، وابدأ ادهن الصينية بتاعتي بالشكل ده. تدهنيها كويس جدا عشان لما تقلبيها تتقلب معاكي بكل سهولة، لان مش هنحط دقيق ولا اي حاجة خالص، الزبدة وبس. اهم حاجة تدهنيها كويس جدا، والزبدة ما تكونش بدرجة حرارة الغرفة، تكون لسه طالعة من الفريزر. هنا خلاص الخليط جاهز معانا وده القوام المظبوط. نبدأ بقى نحطها في الصينية بتاعتنا بالشكل ده. لو صينية عادية هتبقى مقاس 24 أو 26 عشان تطلع معاكي مرتفعة وحلوة. نخبطها خبطتين بس على الرخامة، ندخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180، في الرف اللي في النص مشغلة من تحت بس لحد بقى ما تستوي معانا، ونشغل من فوق تاخد وش وتبقى جاهزة معانا. نعمل بقى الصوص. معايا كيس من التانج البرتقال، ومعايا معلقة كبيرة من النشا، ومعلقة كبيرة من السكر، وكوباية من المية. احط كيس التانج ومعلقة كبيرة من النشا، معلقة كبيرة من السكر، وكوباية من المية، واقلبهم لحد ما يدوبوا مع بعض كويس. التانج طبعا مزز فبيدي مزازة حلوة جدا للكيك. لو انتي مش حباه مزز قوي ممكن تكتفي بنص كيس بس من التانج مع معلقة كبيرة من النشا. هنقلبهم كويس جدا بالشكل ده لحد ما يدوبوا. نرفعهم بقى على نار هادية مع التقليب المستمر لحد ما القوام معانا يبدأ يتقل. اهم حاجة النار تكون هادية عشان النشا تستوي معانا. ونضيف بقى قطعة من الزبدة، بتدي طعم حلو جدا ولون حلو جدا برضو. نشوف الكيك مع بعض بقى، نختبره بعصاية شيش طاووق بالشكل ده. طلعت معانا نضيفة وخلاص مفيش عجين، يبقى كده استوت معانا. شايفين الطريقة ازاي؟ نطلعها بقى ونبدأ ان احنا نقلبها. عايزة اقولكم ان هي كانت هنا لسه خارجة من الفرن حرفيا وسخنة جدا، وهتشوف اللهم بارك اتقلبت معايا بكل سهولة. بجد دهنة الزبدة بتطلع معانا الكيك بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. بجد رهيبة تحفة جدا. شايفين شكل الكيك معانا وارتفاعه؟ اللهم بارك، جميل جدا جدا.
شايفين ما شاء الله. مفيش اي كيك بقى لازق معانا في الصينية، بجد روعة. هنا الصوص معايا كان بارد، والكيك صراحة كان لسه سخن، بس مش مشكلة يعني. تسيبي طبعا الكيك يبرد وتسيبي الصوص يبرد وتبدأي انك تنزليه. انا نزلته على طول طبعا. نبدأ بقى ان احنا ننزل الصوص كده على الجوانب بالشكل الجميل ده. روعة. لو حابة تكتري الصوص عن كده مفيش اي مشكلة خالص، تضاعفي طبعا الكميات والمقادير. شايفين بقى الجمال ما شاء الله، تحفة. الصوص بجد رهيب، المزازة فيه حلوة جدا، ومدية الكيك طعم رائع. صدقوني لو جربتوا الوصفة دي مش هتندموا ابدا. شايفين برضو شكلها حلو ازاي، بجد روعة. ما تيجوا يلا بقى كده نقطعها مع بعض ونشوف قد ايه هي طرية وهشة وحلوة جدا. بسم الله. نقطع بقى كده بالشكل ده. ما شاء الله. السكينة سلسة جدا في الكيك، عشان طبعا مستوية كويس وعشان طبعا هشة، فظيعة بجد. يلا نطلع بقى القطعة مع بعض. يا جماله بجد، ما شاء الله حلوة جدا جدا، تحفة. كيلو من الكنافة دخلته الفريزر لمدة ساعتين، ممكن نسيبه اكتر من كده مفيش اي مشكلة عادي. وبعدين طلعتها وهبدأ اني افككها واقطعها بالشكل ده. تمام، هتتقطع معايا بكل سهولة لان هي في الفريزر ومتجمدة بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. تمام اهو. كده خلاص بقى بعد ما قطعتها بقلبها كده، ولو لقيت اي تكتلات او اي حاجة بفككها. تمام. معايا هنا الشربات بتاع الكنافة بيكون تقيل وبارد. حطيت كوبايتين سكر عليهم كوباية وربع مية وسبتهم يغلوا على النار. تمام، وعليهم عصرة ليمونة. تمام. هنا بدأ ان هو يغلي. تمام، هسيبه لمدة 7 دقايق يغلي على النار. هنا كان خلاص فات 7 دقايق من الغليان. هحط بقى رشة فانيليا واقلبها واطفي على طول. تمام، ونسيبه يبرد بقى، لازم يكون تقيل وبارد. تمام. معايا هنا بقى سكر بودر، هاخد منه معلقتين على النص كيلو كنافة. لو حابة تخليهم 3 معالق مفيش اي مشكلة، انا بس مش حابة تكون مسكرة قوي لان احنا لسه هنحط عليها شربات. وهقلبها كويس كده بالشكل ده. تمام. معايا هنا كوباية الا ربع زبدة، هنزلها. تمام، ممكن تبقى كوباية برضو مفيش اي مشكلة زي ما انت حابة. تمام، هقلبها بقى كويس. هشبع كل الكنافة بالزبدة. هبدأ بقى اني انزلها في الصينية. تمام، هوزعها كده وافردها وهبدأ بقى اني اعمل لها حواف بطول حواف الصينية بالظبط عشان تاخد شكل الصينية. تمام.
بضغط عليها طبعا كويس. هنا بقى نزلت بقية الكمية وابدأ اني اضغطها واعيد تاني على الحواف واضغط عشان تاخد شكل الصينية بالظبط. تمام. هضغط بقى بايدي كده كويس، انا بضغط وبلف الصينية، بضغط وبلف الصينية بالشكل ده. تمام. اعيد برضو على الحواف، اخليها بطول حواف الصينية. تمام. هنا خلاص بقى كنت ضغطتها كويس جدا بايدي. هجيب صينية اصغر منها احطها عليها وبرضو ابدأ ان اضغط والف بالشكل ده. تمام، عشان لما نيجي نقلبها تطلع مننا مظبوطة ما تتكسرش. تمام. هنا بقى كنت بضغط على الحواف. تمام. خلاص هنا بقى كنت ضغطتها كويس جدا وابدأ اني ادخلها الفرن في الرف اللي في النص واشغل من تحت بس، وبعد كده الشواية. معايا هنا هنعمل اول حشوة، معايا كريم باستري. تمام. هاخد منه نص كوباية. تمام. اهو نص كوباية من الكريم باستري. تمام، دي اول حشوة هي معانا. عليها بقى كوباية عصير مانجا بيوريه ضربتها في الخلاط من غير مية ولا سكر. تمام. هبدأ بقى اني اضربهم مع بعض كده بالشكل ده. لو حابة ان الخليط ده يكون متماسك ممكن تضيفي عليه جيلاتين، معلقة جيلاتين كده صغيرة تدوبيها في معلقتين كبار مية وتسيبيهم يبردوا. المية تكون سخنة وتسيبيهم يبردوا وتضيفيهم وتقلبيهم، مفيش اي مشكلة. بس انا محبتش اضيف جيلاتين. تمام. كده قلبتها كويس اهو. نعمل بقى الكريم شانتيه، دي الحشوة التانية معانا. ده كريم شانتيه خام معلوش اي سكر. انا مضفتش على الحشوة الاولى سكر لان الكريم باستري مسكر اصلا وفيه سكر. تمام. هاخد منه بقى كوبايتين او كوباية ونص حسب ما انت حابة الحشوة عالي او لا. انا هنا تقريبا اخدت كوباية ونص من الكريم شانتيه. تمام. وهاخد معلقة كريم باستري ومعلقتين سكر بودر. لو انتي مش هتحطي كريم باستري مفيش اي مشكلة، خليهم 3 معالق سكر بودر. تمام. وهحط هنا كوباية. تمام. و3/4 كوباية كمان بالشكل ده. كمية الكريم شانتيه قد كمية الحليب. تمام. قلبتهم بس كده وبعدين ابتديت على سرعة منخفضة. بعد كده هزود السرعة معايا. تمام. انا بقى كنت زودت السرعة اهو. من وقت للتاني نزلي الجوانب كده وابدأي انك تضربي تاني. تمام. هياخد معانا تقريبا من 5 ل7 دقايق ضرب. تمام. تسوية الكنافة بقى في الرف اللي في النص. هنشغل من تحت بس لحد ما تاخد لون وبعد كده هنشغل الشواية. تمام. هيطلع لونها حلو جدا وهتطلع طعمها حلو جدا.
وكده مستمرة في الضرب لحد ما نحصل على القوام اللي احنا عايزينه. تمام. بصوا القوام اهو. معايا هنا الكنافة خلاص استوت، لونها جميل جدا اللهم بارك، وكنت قلبتها. دي قاعدة عادي بنشتريها من محل مستلزمات الحلويات. والشربات معانا اهو تقيل وبارد، هبدأ اني اسقيها كويس. تمام. وهحط برضو على الجوانب كده بمعلقة او اي حاجة. تمام بالشكل ده. وهسيبها لحد ما تشرب بقى كل الشربات اللي انا اديتهولها. تمام. كده خلاص بقى نبدأ نحط الكريم شانتيه بتاعنا. بصوا اللهم بارك متماسك ازاي وحلو. طبعا في الجو الحر ده لازم الحليب اللي احنا نعمل بيه الكريم شانتيه يكون ساقع جدا لانه بيسيح. تمام. وبرضو لو انتي هتعمليها في صيف قللي كمية الحليب شوية، يعني لو هتعملي كوبايتين كريم شانتيه خليهم كوباية ونص بس حليب. وبعدين بقى ننزل الحشوة التانية اللي هي المانجا والكريم باستري. المانجا منضيفش عليها اي مية ولا اي سكر. تمام بالشكل ده. هنا كنت حطيت شريط كده اسمه فاكيوم، هو شفاف. مش حابة تحطيه مفيش اي مشكلة، انا حطها بس لاني بصور. تمام. وحطيت شريط ستان كده شكل بس يعني. تمام. ورصيت مانجا، قطع مانجا كده كنت مقطعها سلايس. تمام. ادي شكلها وطعمها حلو جدا وفي منتهى الجمال بجد، احلى من اي بقى مكان تجيبه منه. مش هذكر اسماء طبعا، بس بجد طعمها حلو قوي قوي قوي. تدخليها التلاجة بقى ساعة كده ولا حاجة وتبدأي تقطعيها وتاكلي منها، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. يلا مع بعض كده نشوف ازاي عملناها بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة معايا كوباية ونص من الدقيق، كوباية الا ربع من الزيت، كوباية الا ربع من الحليب، كوباية الا ربع من السكر، 3 حبات بيض، كيس من البيكنج باودر، رشة من الملح، وكيس من الفانيليا. مفيش طبعا اسهل من كده. احط كيس البيكنج باودر على الدقيق واقلبه مع بعض كويس جدا زي ما انتم شايفين كده بكل سهولة. كده خلاص المواد الجافة جاهزة معانا. في بولة نحط 3 حبات البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ورشة الملح، وكيس الفانيليا. حابة تزودي الفانيليا مفيش مشكلة. كوباية الا ربع من السكر. وابدأ بقى بالمضرب الكهربائي ان انا اضربهم بالشكل ده على سرعة منخفضة، وبعد كده نعلي السرعة. نضرب بقى من 5 ل7 دقايق على سرعة عالية. هنا بدأ القوام يتقل معانا ولونه يبقى فاتح. هنستمر برضو في الضرب شوية. ننزل بقى بكوباية الا ربع من الزيت تدريجي بالشكل ده. اول ما الزيت يختفي معانا ننزل ببقية الكمية وهكذا لحد ما نخلص كوباية الا ربع. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان خليط البيض والسكر يتضرب مع بعضه كويس جدا لحد ما القوام يتقل معانا ولونه يبقى فاتح وابيض بالشكل ده. ننزل بقى بالزيت على طول تدريجي طبعا. خلاص كده خلصنا كمية الزيت معانا اهو بالشكل ده، ومستمرين برضو في الضرب. فاضل بقى من السوائل الحليب. ننزل بقى بكوباية الا ربع من الحليب برضو تدريجي مع الاستمرار طبعا في الضرب. الخطوة دي مهمة جدا ان احنا نكون مستمرين في الضرب
نكمل كده نضرب حوالي نص دقيقة. وكده خلاص الخليط جاهز معانا. ننزل بقى بنص كمية الدقيق، وبالمضرب اليدوي بقى نخلط كويس جدا. نحط نص كمية الدقيق الباقية. اهم حاجة ان المكونات كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة. نقلب بقى كويس جدا، وناخد كل الدقيق اللي في الجوانب بالشكل ده. نقلب ما نسيبش اي تكتلات خالص من الدقيق. لحد ما القوام يبقى ناعم معانا. شايفين ده القوام المطلوب، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، وسط كده. مكعب زبدة بقى ابدأ ادهن الصينية بتاعتي بالشكل ده. يكون طبعا لسه طالع من الفريزر. الخطوة دي مهمة جدا، لا هنحط زيت ولا هنبطن بدقيق ولا اي حاجة. بديل الزيت والتبطين بتاع الدقيق هي قطعة الزبدة اللي من الفريزر. ندهن الصينية بقى كويس جدا والجوانب كمان. وهنشوف ازاي هنطلع الكيك بكل سهولة. ننزل بقى بنص كمية الخليط او 3/4 كمية الخليط، ونبدأ ان احنا نوزعها كويس جدا في الصينية بالشكل ده. هنا الكمية كانت قليلة فحبيت ان اضيف شوية كمان، فحطيت 3/4 الخليط. دي الصينية كانت وسط، انت ممكن تستخدمي الصينية الصغيرة، بس هي مظبوطة جدا الصينية الوسط. تمام. معايا هنا بقى صوص فراولة جاهز او انتي عاملاه في البيت مفيش مشكلة. نبدأ ان احنا نحطه بقى بالشكل ده، ما نحاولش نجيب على الاطراف عشان طبعا ما تلزقش معانا، نخليها في النص بس. طبعا لو صوص فراولة انتي عاملاه وفيه قطع هيبقى احسن كمان كتير. انا استسهلت بصراحة واستخدمت ده. حابة تزودي كمية الصوص مفيش مشكلة خالص، اللي انتي حباه. ننزل بقى الخليط على صوص الفراولة، نحاول نداريه بقدر الامكان. شايفين بقى كده خلاص. نخبط خبطتين بس نطلع كل فقاعات الهواء اللي موجودة فيها. جاهزة معانا بقى ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، مشغلة من تحت بس لحد ما تستوي، ونشغل من فوق تاخد لون، ونختبرها مع بعض كده بقى ونشوف. شايفين لونها حلو ازاي ما شاء الله. بخلة أسنان كده نختبرها ما شاء الله، مفيش أي عجين خالص. اختبريها من كذا مكان. شايفين ما شاء الله مفيش أي عجين خالص. يبقى كده استوت معانا. نسيبها في الفرن 5 دقايق بعد ما نطفي، ونطلعها بقى نقطعها مع بعض بكل سهولة زي ما انتم شايفين. شايفين السكينة سلسة ازاي في الكيك ما شاء الله. ده دليل ان هي هشة جدا وان هي مستوية كويس. هنا كانت لسه سخنة، يعني انا سبتها 5 دقايق في الفرن بعد ما طفيت وطلعتها، كانت لسه سخنة جدا. ومع ذلك ما شاء الله بتتقطع حلو جدا، ومفيش اي حاجة خالص في السكينة، والسكينة نضيفة وزي الفل. نطلع بقى قطعة مع بعض كده ونشوف. كانت سخنة جدا جدا يعني. شايفين البخار، شايفين هي طلعت ازاي من الصينية. ما شاء الله شكلها جميل جدا بجد، وطعمها بجد في منتهى الجمال. كل اللي اكل منها عجبته جدا جدا، بجد رهيبة. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. جافة نص كيلو دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة، ويكون ناعم معلوش اي اضافات. 3 معالق جوز هند، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. طيب الكرملة بتاعة البسبوسة عايزين كوباية سكر وربع كوباية مية، دول مرتبطين ببعض. 3 معالق لبن بودرة و3/4 كوباية مية، دول مرتبطين ببعض. نص كوباية سمنة بلدي ونص كوباية قشطة بلدي، دول مرتبطين مع بعض. مفيش قشطة بلدي
يبقى كوباية سمنة بلدي عادي. معانا حلة على النار، على نار هادية، هنحط فيها كوباية سكر وهنحط ربع كوباية مية ونسيبهم لحد ما يبدأوا انهم يتكرملوا مع بعض. اول ما يبدأوا يتكرملوا ويظهر لون بني نبدأ ان احنا نقلب، او لون الكراميل اللي هو الدهب الخفيف ده، نبدأ ان احنا نقلب فيها باستمرار لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. هنا اللبن البودرة هنقلبه على 3/4 كوباية مية لحد ما يدوب كويس جدا، عشان ده هنضيفه على الكراميل. تمام. مفيش لبن بودر ممكن تحطي لبن حليب عادي، 3/4 كوباية لبن حليب. تمام. هنا المكونات الجافة: نص كيلو السميد وعليه نص معلقة بيكنج باودر و3 معالق جوز هند، نقلبهم مع بعض كويس جدا. هتكلم معاكم على مقلب هنا. انا فاتحة القناة لانه الطبخ بالنسبة لي شغف، انا بحب المطبخ جدا وبحب ان اطبخ جدا. وبالنسبة لي الطبخ حاجة اساسية يعني، وواخداها هواية اكتر ما هي ربح، يعني فتحي للقناة ده هواية اكتر ما هو ربح. هنا كان الكراميل بدأ ان هو يظهر فيه لون بني، لون الكراميل الفاتح، بدأت اقلبه لحد ما وصلنا للون اللي احنا عايزينه ده. وهنا ضفت اللبن البودرة اللي مقلبينه على 3/4 كوباية مية وضفته على الخليط. بس بالراحة لان البخار بيبقى صعب جدا وبيبقى ان هو مكتل وبيبدأ ان هو يفور عادي، مفيش مشكلة. نقلب فيه على النار هادية لحد ما يفك كل التكتلات اللي فيه. وبعدين رفعته من على النار، هضيف له نص كوباية السمنة البلدي، وهضيف له نص كوباية قشطة بلدي. مفيش قشطة بلدي، قشطة عادية، مفيش قشطة عادية اللي هي المعلبة. نضيف كوباية سمنة كاملة. تمام. مينفعش هنا في البسبوسة ان احنا نحط زيت. تمام. هنا بقلب المكونات لحد ما تدوب كلها. الخليط لازم يكون بارد او دافي، ايدي تقدر تستحمله. هضيفه على الخليط وهقلب. تمام. مجرد تقليب ان السميد ياخد يشرب الخليط بس مش اكتر، معجنش فيها كتير لان كتر العجن بينشفها، كتر السوائل في البسبوسة برضو بتنشفها. فعشان احنا نطلع مننا بسبوسة ناجحة ان احنا منقلبهاش كتير. تمام. انا هنا خلصت. معايا صينية مقاس 28، دهناها سمنة بلدي مش سايحة، قطعة مطلعتها من التلاجة او بدرجة حرارة الغرفة ودهنت بيها الصينية. هنا حطيت السميد، ممكن افرده بالسباتيولا. البسبوسة ممكن افردها بالسباتيولا او ان انا اهزها او ارجها كده، وكده الطريقة دي بالنسبة لي احسن ان انا ارجها كده. تمام. واخبطها خبطتين بس بحيث ان لو في اي هوا او اي هوا فيها يخرج. ومعايا هنا لوز. اللوز ما يكونش مملح وما يكونش متحمص. ممكن تحطي لوز، بندق، اي مكسرات انت حباها، مفيش اي مشكلة. بس الشرط الوحيد ان هي ما تكونش مملحة وما تكونش محمصة. تمام. هحط الصينية في الفرن على الرف السفلي على درجة حرارة من 180 ل200 على حسب الفرن بتاعك حامي او لا. واول ما الحروف تحمر ان انا هبدأ تحمر، اقوم على طول مشغله الشوايه من فوق. هنا معايا الشربات بتاع البسبوسه، معايا كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه، الاتنين متعادلين مع بعض، عصرة ليمونه ومعلقه عسل ابيض. تمام. هرفعهم كلهم على النار مع بعض. دي معلقه سمنه بلدي ومعايا شويه رشه فانيليا، دول هضيفهم بعد قبل ما اطفي على طول. تمام. هنا كنت بضيف معلقه عسل ابيض وهقلب بقى لحد ما تدوب هي والسكر مع بعض، واسيبهم يغلوا. اول ما يبدأ يغلي هسيبهم 7 دقايق يغلوا مع بعض. اظبط التايمر على 7 دقايق من اول مرة يغلي فيها. كانت هنا البسبوسة بدأت تحمر من الجناب، شغلت الشواية. هنا الشربات كان بقاله 7 دقايق بيغلي، ضفت السمنة البلدي والفانيليا وطفيت على طول عشان ريحتهم تفضل موجودة في الشربات. هنا كانت البسبوسة خلاص تقريبا استوت. جبت خلة واختبرتها، ما لقيتش اي عجين طلع، فهي كده تمام. عايزة تديها وش اكتر من كده مفيش اي مشكلة. البسبوسة سخنة والشربات دافي او بارد. سقيت اهوت البسبوسة. تعرفي ازاي ان البسبوسة نجحت؟ طول ما انتي بتحطي لها شربات هي بتشربه لحد ما خلاص تكتفي.
هنا كانت لسه البسبوسة سخنة، بنغطيها وندخلها الفرن بعد ما نطفيه عشان تفضل طرية معانا. انا طبعا قطعتها معاكم على طول، ما استنيتش عليها انها تبرد او ان انا اسيبها عشان تبقى طرية. البسبوسة حقيقي طعمها في منتهى الجمال، اي حد هياكلها من ايدك هيعجب بيها جدا ودايما هيطلبها. هنا كنت قطعت البسبوسة، هطلع معاكم قطعة ونشوف جمالها وحلاوتها. ادي القطعة، البسبوسة طرية جدا ومرملة، السكر بتاعها مظبوط جدا، صدقوني هتعجبكم جدا جدا.